هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 26 من مايو. نستهل برنامجنا معكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعة يستضيف الزميل أحمد شريف الدكتور الطبيب عبد الله جمع إدريس، ويتناول معه محاورا للنقاش حول الذكرى 30 لأعياد الاستغلال المجيد. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. في ذكرى الاستغلال، الرئيس السياسي يقول بأن البلاد تواجه اتهامات خاطئة والولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إريتريين. السلطات السودانية تعلن حظرا للتجول في مدينة بورسودان. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الهدوء في مالي والإفراج عن مسؤولين مدنيين. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بمناسبة الذكرى 30 لاستغلال إريتريا، قال الرئيس السياسي أفورقي في خطابه السنوي بأن إريتريا تشهد حملات دعائية مكثفة لتوجيه الاتهام الخاطئ وصرف الانتباه عن الجاني الحقيقي، وهذا عمل شائن من الخداع السافر والإفلاس يلاحظه العالم على مدى الأشهر الستة الماضية كما قال. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي فرض قيود على منح تأشيرات السفر لأي مسؤولين إريتري أو إثيوبي متورط في الانتهاكات في إقليم تيغراي ومن تسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وطالب الوزير الأمريكي بالانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الإقليم الشمالي لإثيوبيا. وشملت القيود الأمريكية الجديدة كذلك أي مسؤولين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات الأمهار المسلحة لهم صلة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي. أعلن مكتب والي ولاية البحر الأحمر حالة الطوارئ وفرض حظر التجول الليلي في أحياء مدينة بورسودان ابتداء من مساء يوم الاثنين بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. ولم يذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية، ولكن وكالة السودان للأنباء نقلت عن مسؤول طبي محلي في المدينة قوله أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين. وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض الأحياء في المدينة. وكانت مدينة بورسودان قد شهدت من قبل اشتباكات دامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف هناك في عام 2019. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة له إلى الهدوء في مالي والإفراج غير المشروط عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش. وأضاف غوتيريش في رسالته: أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي. وبحسب دبلوماسي يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي. قبل ذلك عبرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي، وكل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب العسكرية. واقتاد جنود ماليون كل من الرئيس الانتقالي في مالي بان داو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية. وقال مسؤول عسكري كبير أن الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تعنيهما، فيما أكد مسؤول في الحكومة اقتياد المسؤولين إلى مدينة كاتي. وجرت هذه الأحداث في مطلع الأسبوع بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها، ولكن استبعد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب في 2 أغسطس الماضي. هذه إذاعة إرنا.
وبهذا الخبر من مالي مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في ذكرى الاستغلال، الرئيس السياسي يقول بأن البلاد تواجه اتهامات خاطئة والولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إريتريين. السلطات السودانية تعلن حظرا للتجول في مدينة بورت سودان. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الهدوء في مالي والإفراج عن مسؤولين مدنيين معتقلين. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إيرينا الدولية في باريس. نحييكم في البرامج الخاصة بذكرى الاستقلال في النسخة 30 إذا صحت العبارة. ومعنا الدكتور عبد الله جمع إدريس، وهو طبيب وناشط سياسي واجتماعي متخصص في الصحة العامة، تخصص إعاقة تحديدا، وله ماجستير في الصحة العامة، والآن هو برضه في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأسترالي للإدارة. وهو طبعا أستاذ الدكتور عبد الله ناشط منذ أن كان يعني طالبا، سواء كان في السودان أو في قاهرة المعز، وله تاريخه وصولاته وجولاته في اتحاد شريف. كذلك هو من الناشطين السياسيين والاجتماعيين في عدد من المناشط، سواء كان في إطار المجلس الوطني الإريتري وفي غيرها من المناشط التي تهم وتخص الشعب الإريتري أينما وجد. وهو رجل كاتب، إضافة إلى أنه رجل طبيب. والأطباء طبعا عندما يكونوا كاتبين وناشطين سياسيين بيكونوا من المعيار الثقيل والمعيار الكبير. يعني دكتور عبد الله، مرحب بك في إذاعتك إيرينا الدولية. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا الخبير الإعلامي والكاتب المبدع والأديب الأديب الأستاذ أحمد شريف. يسرني ويشرفني أن أكون يعني ضيف على إذاعة إيرينا وعلى حضراتكم. الله يخليك، ونحن نزداد شرف بك حبيبنا الغالي الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، يعني نحن الآن مضطرون أن نقف تقييما وقراءة للذكرى 30 لأعياد الاستقلال والتحرير بين قوسين. ومن مأساة القدر أنه نحن لا عارفين نفرح ولا عارفين نحزن، وكل والحزن يعني يغطي سماء هذا الاستقلال وسماء هذا الذكرى العزيزة، ذكرى 24 من مايو 91. أولا، أين أنت من هذا الحزن وذاك الفرح دكتور عبد الله كمحطة سياسية تاريخية نضالية لهذا الشعب الأبي؟ أستاذنا أحمد شريف، يعني تكاد تلخص المشهد، ولكن دعني أقول أننا يعني نعيش لحظة فارقة في التاريخ. نحن بين هذا وذاك، نحن في مرحلة بين مرحلتين، مرحلة أن نكون مواطنين ومرحلة أن نكون يعني منبوذين، مرحلة أن نفرح بإنجاز الاستقلال الذي انتظرته جموع الشعب الإريتري لعقود متطاولة، وبين الاستبداد الذي خيم على الساحة الإريترية وأنهى المشروع الوطني الإريتري إلى مشروع ديكتاتوري فردي لا يقيم وزنا للإنسان الإريتري الذي يعني أعطى كل شيء ولم يستبقي من أجل هذا الوطن. وأصبح تراب الوطن الذي يعني تم تحريره هو قبرا أو سجنا أو قل ما شئت يعني من النعوت التي يعني لا ترقى يعني إلى أن تحترم كرامة الإنسان الإريتري. وبالتالي ما زالت يعني هذه الجموع تنتظر اللحظة التي يتم فيها تحرير الإنسان بعد أن تم تحرير التراب الإريتري. ونحن سعداء حقيقة يعني بأنه وطننا الغالي قد تم تحريره من دنس الاستعمار الإثيوبي الذي
يعني ليس فقط كان استعمارا يعني ماديا يأخذ موارد البلد، ولكنه أيضا كان استعمار في الهوية، باعتباره استعمار يعني من دولة جارة. هناك تواصل اجتماعي بشكل أو بآخر مع بعض المكونات من الشعب الإريتري، استطاع أنه يعني يجعل ذلك التواصل نوع من تفتيت لوحدة الشعب الإريتري. حتى رأينا مشروع الإندنت ومشروع تجراي تجرينيا ومشروعات عديدة أصبحت يعني أو كانت في مرحلة من المراحل هي عقبة كأداء في سبيل تحرير الوطن. والآن وللمفارقة بعد 30 سنة من استقلال إريتريا، هذه المشروعات تعود بوجه آخر، وربما حتى النظام الإريتري نفسه فتح الباب لهذه المشروعات أن تعود من خلال التدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي. الآن نجد المواطن الإريتري سواء كان في الداخل أو في الخارج منقسم يعني على نفسه، وهذه واحدة من مفارقات يعني هذه المرحلة التي نعيشها. بالرغم من أننا نحتفل بالذكرى 30 لتحرير إريتريا، ما زالت قضية الهوية إحدى القضايا التي تؤرق مضاجع الشعب الإريتري، وأصبحت يعني هي إحدى نكبات هذا النظام الاستبدادي، بحيث أنه خلال 30 عام لم يستطع أن يوجد هوية جامعة لهذا الشعب الإريتري، بالرغم من ادعائه يعني حزبي حدلبي. كل هذا يعني كان مشروع استبدادي، مشروع يعني في عقل رجل مريض. يعني أنا أعتبر إسياس أفورقي شخصية سايكوباتية، والشخصية السايكوباتية يعني ليست شخصية فاشلة، يعني شخصية تستطيع أن تخطط يعني إلى مدى بعيد، ولكن هي تتأبط شرا، تتأبط مشروع خاص بهذا الفرد وخاص بعقلية يعني تستطيع إنها تحتوي حولها جميع الشخصيات المريضة. الآن انظر إلى أين انتهى هذا الدكتاتور، انتهى وحوله مجموعة من تكاد تكون عصابة. يعني لو نظرت إليهم هم من شزاز الآفاق، يعني معظمهم لا ينتمي لهذا الشعب الإريتري هذا الانتماء الذي نعرف، ولكنهم نوع من الطفيليات التي التي احتضنها الشعب الإريتري وأعطاها حق المواطنة وأعطاها حق البقاء، لكنها مثل جميع الطفيليات تعيش على دماء العائل، هذا العائل الذي يعني يعطي طريقا إلى جسده تستطيع هذه الطفيليات أن تمتصه حتى تصل به إلى مرحلة المرض والهلاك. هذا هو تشخيصي البسيط لهذا الواقع. ولكن أنا كما ذكرت في البداية أنا فرح جدا لاستقلال إريتريا، وأنتظر أيضا تحرير الإنسان كما تم تحرير التراب الإريتري. هذه إذاعة إرنا. جميل دكتور عبد الله، لا زلتم مستمعينا الأعزاء متابعي إرنا الدولية والبرامج الخاصة بذكرى الاستقلال، والمتحدث إليكم هو الدكتور عبد الله الجميع إدريس، الطبيب العام والناشط السياسي والاجتماعي، والرجل الذي ينشط في كثير من الأنشطة الاجتماعية، وله طبعا تاريخ حافل في المرحلة الطلابية. دكتور، حقيقة أنا أرجع تاني كما قلت، يعني هو كان حلم، وزي ما قلنا كان حلما انتظرناه سنين، وكان عشقا في عيون الراحلين. يا دكتور، لو عاد الراحلون القهقرة مرة ثانية وعادوا إلى ما آلت إليه الأمور، يا ترى يعني من الظالم ومن المظلوم؟ حتى المسائل تلبست علينا. صحيح إنه الطغمة الحاكمة وهذا الرجل السايكوباتي زي ما وصفته وعصابته وزمرته هؤلاء الشفوت يعني، لكن ألا ترى إنه برضو المجتمع يتحمل جزء من هذا النكوث وهذا العهود والأمانات التي مزقها هذا الفرعون واحدا بعد الأخرى؟ حقيقة يعني أولا أترحم على شهدائنا وشهداء هذه المسيرة الطويلة من النضال الثوري المسلح وغير المسلح
المسلح بالعلم والمسلح بالرصاص، يعني هؤلاء شهداء الذين مهروا هذا الاستقلال بدمائهم، وهذا الرتل الطويل من الشهداء والمناضلين، يعني هؤلاء نقف إجلالا لهم. وأنا يعني أجزم بأنهم لو عاد بهم التاريخ إلى نفس النقطة لما توانوا أن يهدوا دماءهم وأشلاءهم وأرواحهم فداء لهذه الحرية. وبالتالي هذا كما ذكرت حضرتك يعني الأستاذ الإعلامي الفاضل الأستاذ أحمد شريف، أن هؤلاء النفر الذين يعني مهروا يعني هذه الحرية بدمائهم، لو عادت بهم الأمور القهقرة إلى أن يروا يعني نتيجة هذا العمل، ما أظنهم إلا أن يناضلوا ضد هذا الدكتاتور. فكانوا سيواصلون يعني عملهم النضالي، وكانوا سيعملون على إزالة يعني هذا الدكتاتور. وبالتالي أظن هذه هي الرسالة التي يجب أن تصلنا، وهذه هي الأمانة التي يجب أن نحملها. يعني كما عمل هؤلاء النفر وآبائنا ويعني أجدادنا الذين عملوا على تحرير التراب الإريتري يعني من المستعمر الخارجي، أظن أن يعني رسالتهم إلينا وأمانتهم لنا أن نعمل على تحرير الإنسان الإريتري من الاستبداد. وبالتالي يعني هذه المفارقات التي نعيشها، والشعب الإريتري سبحان الله يعني شعب خلاسي، يعني في تكوينه الاجتماعي، في تكوينه الديني، في تكوينه يعني هو ليس هوموجينس يعني كما يقولوا، يعني ما كل شيء يعني واحد، يعني هو ليس لونا واحدا، لكنه يعني خطاف لونين زي ما يقولوا يعني بالدارجية. دائما يكون هناك يعني تعدد ثقافي، تعدد ديني، تعدد اجتماعي، وبالتالي هذا النوع من التعدد تعايش عليه الشعب الإريتري وهو لا يرفضه. وفي كثير من المدن تجد يعني هذا التعايش، الجيران حتى في بيت واحد، حتى في أسرة واحدة تجد هذا التعدد أحيانا يعني بشكل جميل. ولكن يعني مأساة الاستبداد أنه دائما يقتل يعني هذه الروح، روح التسامح، روح التعايش، روح الاندماج الطبيعي. ولكن لأنه هذه الشخصية السايكوباتية عملت على هندسة المجتمع الإريتري اجتماعيا، وفرضت لونية واحدة في الثقافة ولونية واحدة في السياسة، وحاولت حتى إبعاد يعني ما لا ترتضيه من الأديان. يعني هنا لا أقصد فقط الدين الإسلامي، ولكن هناك حتى أديان يعني فروع من المسيحية كانت مضطهدة يعني داخل، حتى الأرثوذكسية يعني التوحد نفسها يعني وجدت نصيبها. فإذا هذا الرجل لم يترك يعني في الشعب الإريتري أي شيء يعني يمكن أن يفتخر به إلا وعمل على تدميره. ناهيك عن كل ذلك عمل على تدمير كرامة الإنسان. يعني هؤلاء المناضلين أنفسهم لم يجدوا في إريتريا حتى الحلم الذي عاشوا من أجله، أن يتم دفنهم داخل هذا التراب الذي يعني ناضلوا من أجله. كثير من المناضلين حتى من مناضلي الجبهة الشعبية الذين ماتوا خارج الوطن لم يجدوا طريقهم ليجدوا حتى ولو شبرا واحدا داخل هذا التراب الذي ناضلوا من أجله. هذه مأساة كبيرة. الشباب الإريتري الآن يعني أين هو؟ بين مشرد في أصقاع الأرض وبين مجند يعني تجنيد إجباري لا نهائي في معسكرات لا تحترم كرامة الإنسان، خاصة النساء يتم يعني سلبهن يعني أعز ما يملكن. وكذلك يعني هذا المجند الذي تنتهي حياته بين الفيافي وبين الحفر، وينتهي به أن يجد نفسه يقاتل في أراضي لا تخصه كما يحدث الآن في تيغراي. وكل هذه القضايا يعني جعلت هذا الشعب الإريتري في مأساة حقيقية، يعني يكاد يندهش، يعني تصيب الدهشة. هل حقيقة نحن في بلد محرر أم أننا ما زلنا في مرحلة الاستعمار؟
وهنا يعني أنا يعني لا أشكك في أن التراب الإريتري قد تم تحريره، وأن الاستقلال يعني أصبح حقيقة، وأن أصبح لنا علم بين الأمم، وأننا نفتخر بأن إريتريا دولة ذات سيادة ودولة مستقلة. ولكن لا يعني ذلك يعني أن الإنسان الإريتري يعني قد نال استقلاله، كما يعني يروى عن المناضل يعني أبشنب عندما يعني رأى يعني أن الدولة الإريترية ترفع شعار الجمل، قال لهم هذا الجمل وأين صاحب الجمل؟ نعم. طبعا عبارة بليغة جدا جدا. دكتور العزيز، ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقال. يعني أنا أعتقد أنه الشعب الإريتري عندما قام وهب لكنس الاستعمار أبيض وأسود وملون، يعني كانت هنالك قضية مركزية لديه اللي هي تحرير إريتريا من الاستعمار. هذه كانت مركزية ومحور أساسي وتجمع حولها كل الخلق. هل تعتقد أنه الشعب الإريتري الآن يفتقد إلى مركزية محورية، على الرغم من أنه المأساة واضحة هي بل متعرية، يعني تعري سفور يعني، لكن أعتقد هو يحتاج، ألا تفتكر أنه، هل ترى أنه يحتاج إلى مركزية محورية يلتف حولها تحرير الإنسان، أي حاجة كده؟ فأنا أحس أنه في فقدان لمركزية محورية أساسية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم، يعني يمكن نسمي هذا يعني هو خفوت المشروع الوطني الإريتري. يعني هو ما يزال موجود، والفكرة موجودة، والمشروع يعني قائم يعني كأفكار، ولكن يعني تفتقد إلى قيادة مركزية، ممكن يعني نقدر نقول، لأنه الشعب الإريتري مر بمراحل يعني متعددة، وكانت تجارب الحرب الأهلية تجارب مرة، يعني يمكن مات فيها عدد كبير جدا، يعني عدد كبير من شهداء الثورة الإريترية ماتوا في حروب داخلية، يعني ومعظمها بين جبهة التحرير الإريتري والجبهة الشعبية وغيره يعني وبالتالي هناك نوع من الرفض المبطن للحرب الأهلية، والنظام الآن يتحدى يعني يقوم بتحدي، يعني أنه موجود بقوة السلاح، ومن يريد أن يغير الوضع يجب أن يقابله بالسلاح. وهذه يعني هذه المفارقة بين رفض الاقتتال الأهلي وبين يعني التحدي الذي يقوده إسياس أفورقي وزمرته في أنهم موجودون بقوة السلاح، يعني تجعل الشعب الإريتري نفسه منقسم. هذا بالإضافة إلى الانقسامات الاجتماعية. أخطر ما في موضوع الاستبداد أنه أحيانا يعني يجعل الشعب الذي يقوده فريسة ويعمل على هندسته، كما ذكرت، يعني يعمل على الهندسة. يعني الآن الانقسامات الاجتماعية يعني أصبحت حادة في الفترة الأخيرة، حتى يعني داخل المكون الواحد تجد الانقسامات. أعطيك مثال بسيط. يعني هذه الحرب الأخيرة التي كانت في تيغراي يعني أظهرت عمق الأزمة حتى داخل مكون التجرينيا نفسهم. يعني وأنا أستسمحك يعني إنه يعني أقسم الشعب الإريتري، أنا لا أحب ذلك، ولكن حتى داخل المكون الواحد تجد هذا الانقسام العميق. يعني وهذا الدكتاتور هو يقود هذا التوجه، يقود من خلال يعني بادو سلسته، من خلال يعني هو طبعا جهاز الاستخبارات الذي يعمل على هندسة الإعلام الخارجي وجيوش الإعلام الحرام في السوشيال ميديا. نعم. فهو يقود هذا الحراك الذي يؤدي إلى تفتت النسيج الاجتماعي. وجدنا كم هائل من الناس يعني ينقسمون على قضايا يعني قد تعتبر محورية في قضية الهوية. يعني إلى من ننتمي؟ الانتماء إلى خارج الجغرافيا أصبح يعني شيء طبيعي. يعني تجد حتى في المعارضة الإريترية الانتماء إلى خارج الجغرافيا الإريترية
أصبح كأنه شيء طبيعي. وكذلك الانقسام الجهوي والانقسام الطائفي، الانقسام يعني في نسيج أبناء الشعب الإريتري أصبحت يعني قضية محورية الآن. كيف نستطيع أن نخرج؟ يعني الدكتاتور قسم يعني قضية التغيير نفسها إلى مراحل حتى نصل إليه. يعني جعل زي ما تقول حواجز حتى نصل إليه. يجب أن نمر عبر تغيير مفاهيم وتغيير هذه التركيبة الغريبة على الشعب الإريتري. الآن يعني أصبحت هذه القضية قضية صعبة، دقيق. نعم. لا نقدر نعمل مشروع وطني واحد. يعني أنا من خلال خبرتي في العمل المعارض نفسه يعني نجد أشكال قريبة من هذا الدكتاتور. في ناس تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها هذا الدكتاتور. يعني في ناس تشوف إنه يعني بعض المكونات الشعب الإريتري قد لا تكون يعني حقيقية. أنا أضرب لك يعني أرجع بالتاريخ، تجد إنه كان في مجموعات يعني ترفع شعار إريتريا للإريتريين. أنا عندما راجعت هذا الشعار وجدت إنه مجموعة يعني كانت تعمل على وحدة تجراي تجرينيا مثلا. يعني ففي أحيانا المفهوم نفسه قد لا ينطبق على الترمينولوجي، على يعني فبالتالي نعم على المصطلح، على الواقع. نعم على الواقع. فبالتالي أصبحنا نحن نفسنا المشروع الوطني الإريتري سواء كان في الحكم أو في المعارضة أصبح يعني نهبا لأفكار متعددة ولتشتت، والدكتاتور الآن يراهن على الزمن. طيب يعني دكتور عبد الله، عفوا المقاطعة، نعم. هل يستقيم السؤال التالي؟ يعني لو قلنا من يقول، نحن لا نقول ذلك لكن نرفع يعني أحاسيس ووجدانيات المستمع والشارع حسب ما نعتقد، من يرى أن إريتريا الآن بين بقاء الكيان وصراعات الهوية في المحك يعني أو على حرف، هل يستقيم هذا السؤال الآن في ظل الصراع القائم الآن والتشتت والتشرذم الموجود؟ إريتريا مهددة بين بقاء الكيان ذاته من التحامات ولهيب صراعات الهوية وصراعات المواجهة وغير ذلك، هل يستقيم ذلك؟ هذه إحدى يعني مخرجات الدكتاتورية والاستبداد. دائما عندما يذهب الدكتاتور يحاول أن يجرف معه يعني أكبر قدر من إمكانات وخيرات الوطن، لأنه أصلا أصبح هناك تجريف الهوية، تجريف في الشخصية الإريترية. يعني من بقي حول هذا الدكتاتور هم شخصيات يعني باهتة، أقل ما يقال عنهم شخصيات باهتة لا وزن لهم. كل الشخصيات التي لها وزن تم التخلص منها. يعني أين هم رفاق إساس أفورقي الحقيقيين الذين كانوا معه في الجبهة الشعبية؟ هم بين السجون وبين القبور. انتهى من معظم الشخصيات التي يعني لها وعي ثوري ولها قدرة على أن تقدم نصح لهذا الدكتاتور. هو هذا الدكتاتور أهم ما يعني ما يريده أنه لا يريد أن يستمع إلى أي شخص يقوم بنصيحته. هو عنده فكرة معينة يطبقها وعنده طريق قد اختطه لنفسه ولهذا الوطن ولا يرضى عنه بديلا. وبالتالي يعني هذا الانحراف الثوري أو الانحراف عن طريق الثورة يعني قد تلبس في جموع الشعب الإريتري نفسه. يعني وهذا المشروع الذي بدأ بنحن على مانن الذي طرحه إساس أفورقي في بداية السبعينات أو نهاية الستينات بداية السبعينات، يعني هذا المشروع يعني هو مشروع ثقافي، مشروع هوية وطنية، هو مشروع يعني سايكوباتي يعني. وتم حتى مشروع ساوى الذي ما يزال يعني سياسة أفورقي يصر عليه، هو مشروع هندسة اجتماعية، تغيير العقول. وهو كما ذكرت في نهاية مداخلتي الأخيرة أنه يراهن على الزمن، يراهن على أنه كل ما بقي يعني هذا الدكتاتور هذا المستبد على سدة الحكم فإنه يعني يجرف في الهوية، يجرف
في الشخصية الإريترية، في النسيج الاجتماعي الإريتري. ولكن يعني يجب أن يعلم هذا الدكتاتور أنه بالرغم من مرور كل هذه السنوات لا يزال هذا الشعب الإريتري يحتفظ بهويته الأصيلة، وأن الران الذي قد غطى يعني على سطحه والآن يعني ينعكس في شكل خلافات في الهويات وخلافات سياسية، يعني عندما توجد في المستقبل القريب بإذن الله، يعني عندما توجد أرضية خصبة لحياة طبيعية ولعمل سياسي واجتماعي ومدني يعني منفتح، كل هذا الران سيزول وستنمو يعني أو ستخرج الهوية الحقيقية. وكما رأينا يعني في هؤلاء الشباب الذين فروا من إريتريا من هذا النظام البائس، عندما خرجوا يعني كثير منهم الآن يعني ناشطون سياسيين واجتماعيين ويعملون من أجل تغيير النظام، بالرغم من أنهم كلهم خريجين سوا، ويعني خرجهم يعني زي ما يقولوا رباهم على عيني، ولكن نتيجة لتربيتهم داخل منازلهم. والبيت الإريتري بيت نظيف سواء كان يعني في الداخل أو في الخارج، يعني يربي أبنائه على معتقدات سليمة، على عادات يعني جميلة، ويظل الإنسان الإريتري إنسان مستقيم. حتى يعني نحن نفخر في جميع دول العالم، يعني قليل جدا من الشباب الإريتري من ينخرط في الجريمة أو ينخرط في أعمال مشينة، وهذا يعني نوع من أو دلالة على وجود تربية سليمة داخل البيت. فمهما حاول هذا الدكتاتور في تغيير شخصية الإنسان الإريتري سيفشل في النهاية، ونحن نراهن على هذه التربية الوطنية وهذه التربية الأخلاقية السليمة. جميل جدا. شكرا لك دكتور، وشكرا على هذا التفاؤل. إن شاء الله يعني نرى النور قريبا. أعتقد أنه في مثل هكذا مناسبات مفصلية وهامة للتوقف والتقييم والحديث عنها، أعتقد أنه بما أنه نحن ناس عالم ثالث وهذا الرجل يحكمنا بقوة السلاح وسطوة الطغاة اللي هي يعني الماكينة العسكرية، وهناك من يحمي هذا النظام وتحت أنه هو جيش وهو قوات دفاع إريتريا وبتاع، وكل الحصون والمؤامرات اللي بيعملها هذا الدكتاتور والغاشم وزمرته. يعني أعتقد دكتور نحن بحاجة إلى أن نوجه رسالة واضحة جدا جدا إلى الأبطال في قوات الدفاع الإريترية الذين يحملون السلاح بأيديهم وعندهم الآلية وعندهم القدرة وعندهم التضحيات. يعني هؤلاء الناس حيكونوا أول من سيتحرر من هذا الطاغية وهذا الدكتاتور إذا هم يعني استمعوا إلى صوت العقل وتأملوا معاناة المواطن وإريتريا وما إلى ذلك. فهل ترى أنه في ضرورة نتحدث إلى أولئك الأبطال، نهنيهم ونذكرهم بمسؤولياتهم الوطنية؟ نعم، يعني شكرا لهذه اللفتة البارعة. فمجندي وضباط يعني قوات الدفاع الإريترية هم يعني نفر من أبناء الشعب الإريتري، وهم من رحم هذا الوطن، وبالتأكيد هم يشاطروننا يعني هذه المشاعر التي تتقلب بين الفرحة للاستقلال والحزن على ما آلت إليه الأمور في وطننا. وهم أول من يكتوي بنيران المستبد، حيث يأخذهم من حياتهم الطبيعية اليومية كشباب، يعني يحلمون بالزواج ويحلمون بتكوين أسرة ويحلمون برفاه اجتماعي، وأن يعملوا من أجل وطن يعني إعادة بناؤه، بدلا من أن يكونوا ترس في ماكينة تخدم فرد. هم يحلمون بأن يعني يكونوا جزء من عملية الإعمار في وطن يسعى الجميع. فنحن نهنئهم بعيد الاستقلال، ونهنئهم ونعتبرهم أنهم القابضون على الجمر،
حقيقة. فنحن مهما يعني تجاسرنا على هذا الجيش وما نراه من أنه يساند هذا الدكتاتور، لكنهم في النهاية هم يعني مجموعة من الشباب الذين تم زجهم في معترك سياسي لخدمة المستبد، ومعترك عسكري في حروب عبثية لا طائل من ورائها. يعني كما يعني جربوا هم بأنفسهم، هم أدرى منا، ونحن قابلنا عديد من هؤلاء الذين فروا من النظام، يعني معاناة غير طبيعية. وأنا أظن أن هناك حراك مستمر لتغيير هذا الواقع. يعني ونذكر يعني حركة فورتو، يعني يمكن كانت إحدى يعني الحركات التي يعني وجدت زخم إعلامي لأنها كادت أن تصل إلى نتيجة يعني. وهناك العديد من هذه التحركات، ودائما الدكتاتور يعني يزج بالضباط وبالسياسيين الذين يعملون على تغيير الواقع الإريتري. فبالتالي نحن نشجع على أنه أن تكون الهبة واحدة بدلا أن تكون يعني على مراحل، وكل مجموعة يتم يعني قتلها ووأد حراكها. يجب أن يتحرك هذا الجيش لأنه ليس لديه ما يخسره يعني على أي حال. يعني أنه الآن بين الحياة والموت، فأشرف لهم أن يموتوا وهم يعملون من أجل هذا الوطن. فرسالتنا لهم أن هذا الدكتاتور يجب إزالته، وهذا الرجل يعني أصبح عبء على القوات الدفاع الإريترية، وأصبح عبء على الشعب الإريتري، يجب إزالته يعني. ولأنه يعتمد على القوة المسلحة التي هي بأيديهم. نحن نطالبهم ونطلب منهم أن يكونوا عونا للشعب الإريتري على الاستبداد بدلا أن يكونوا عونا للاستبداد على الشعب الإريتري. شكرا لك دكتور عبد الله جمع إدريس على هذه الإضاءات القيمة وعلى التفاتاتك التاريخية والواقعية واستشرافاتك المستقبلية. كان معكم سيداتي سادتي الدكتور عبد الله جمع إدريس، الطبيب العام المتخصص في الصحة العامة والناشط السياسي والاجتماعي، وهو كذلك ناشط في أعمال خيرية كثيرة. أنا أشكرك باسم كل المستمعين، وكانت محاور كثيرة، ولكن نأمل أن نلتقي بك في لقاءات قادمة. أحييك باسم فريق العمل في إذاعة إرنا الدولية، ونقول لك كل سنة وأنت طيب. وإذا عندك حاجة كده دار تقولها للشباب تحديدا وللأم ولمن تريد، تفضل الدكتور عبد الله إدريس. أولا كل عام وأنتم بخير، الخبير الإعلامي والصحفي والكاتب البارع الأستاذ أحمد شريف، وطاقم إذاعة إرنا، وكل الناشطين الذين يعملون يعني من أجل قضية رفع مستوى الوعي بين الشعب الإريتري. وتقدم كذلك لمستمعيكم في الداخل وفي الخارج يعني بالتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، وكل عام وأنتم بخير. وأخص الشباب في هذه المناسبة، وهم يعني ليسوا غافلين عما يجري، وأقول لهم يعني كما كان آباؤكم وقودا لثورة التحرير من المستعمر، يجب كذلك أن تحملوا الراية الآن لتغيير هذه الأوضاع غير الطبيعية، وأن نتخلص من الاستبداد حتى نعود إلى وطننا. ونحن يعني لا قيمة لنا من دون وطن، وهذا الدكتاتور قد سلبنا أعز ما نملك، وهو أن نعيش السياد يعني على وطننا، وأن نكون بين أهلينا. وأصبح التشرد هو الأصل، وأصبح الاستقرار هو يعني هو الشيء المفقود الذي نبحث عنه. وكذلك الآن يعني أذكر بأن هناك مغيبين وهناك أسرى لهذا النظام قد تطاولت بهم السنون. يعني بعضهم قد مكث هذه 30 سنة التي نسميها استقلال، بعضهم قد مكث بين الجدران، ولا ندري ما مصيرهم، هل هم أحياء أم أموات. وإلى الأمة الإريترية الثكلة التي
يعني فقدت ابنها في مرحلة التحرير، يعني هي فخورة بهذا يعني بهذا الإنجاز. ولكن الأمة الثكلى التي فقدت ابنها في مرحلة الدولة وتم اختطاف ابنها ووضعه في سجون، وحتى لم يعني تستطع أن تزوره داخل السجن، بل حتى لا تعرف مصيره هل هو حي أم ميت. وكذلك الزوجة التي لا أصبحت زوجة ولا أصبحت يعني أرمل. وبالتالي يعني هذا الواقع الاجتماعي البئيس الذي وضع فيه هذا الرجل يعني الشعب الإريتري، وكذلك اليتامى يعني الذين لا يعرفون هل هم فعلا يتامى أم أنهم قد فقدوا أبيهم يعني لمرحلة معينة وسيعود إليهم. كل هؤلاء يعني أنا أتقدم إليهم يعني بالتعزية يعني بمناسبة يعني احتفالات الشعب الإريتري، والذين الناس الذين لا يلتفتون إلى هذه الفئات التي أصابها ما أصابها من هذا المستبد. يعني نعزيهم ونقول لهم يعني صبرا جميل، وسيتم تحرير الإنسان كما تم تحرير التراب. وأعود وأشكرك الخبير الإعلامي الأستاذ أحمد شريف وإذاعة أرينا، وأتمنى يعني لكم يعني دوام التوفيق والتقدم، وأن يصل صوتكم دائما إلى الشعب الإريتري وأنتم تمثلون يعني هذه الشريحة المستنيرة من الشعب الإريتري التي تعمل على تغذية روح الوحدة والثقافة العامة وروح التخلص من الدكتاتورية والتطلع إلى الحرية والكرامة. شكرا وإلى اللقاء. بارك الله فيك دكتور عبد الله جمع إدريس. أعزائي المستمعين، في ختام هذا اللقاء تحياتي وتحيات الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة والإشراف والإخراج العام. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المتابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.